الماضي أنا مستمر في النضال من أجل قضية التحول المدني الديمقراطي عبر الأطر الدستورية والقانونية. لكن انت محروم من ممارسه الحقوق السياسيه لمده 5 سنوات. خططك خلال الفتره القادمه هتكون ايه للوصول للتغيير السلمي الديمقراطي؟ مصر دي أكبر وأوسع من إنها يتعلق أملها بشخص فيه. هل كنت كاتب المقاله دي قبل ما تتحبس؟ ومراجعها. ايوه كده بقى. المقاله دي لم تكتب داخل السجن. داخل السجن أنا بعد 8 شهور حصلت على قلم ووريقات عشان أكتب عليها بعض التواريخ والأحداث تاخدوا مني حصرا اللي طب مين اللي بيمول هذا الموقع؟ بيضم مجموعه كبيره من الكتاب من مختلف الانحاء، مين اللي بيمول؟ دي حاجه كويسه. دي حاجه كويسه، لكن حضرتك بصفتك يعني صحفي ومذيع موقع. ومرشح للرئاسه، الطبيعي ان هيكون عندك فضول. أيوة. مين ورا الموقع اللي انا هكتب فيه؟ انت قادر اتكلم في محاور البرنامج الانتخابي. انا شخص يؤمن بالعلم والمعرفه ودراسات الجدوى والعوده الى اهل التخصص والخبره واحترام رايهم. وكان شعاري دايما انه انا هكون مدير شاطر هدفه الكبير هو بناء دوله القانون والمؤسسات، وتحت الهدف ده هتستعيني باكفأ الخبرات